السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أعزائي المتابعين؟ اليوم هنعمل وصفة جلاش. هنعمل جلاش باللحمة وهنعمل جلاش بالجبنة. خلاص، هذه الجلاشة كاملة زي ما انتم شايفين. أنا أخذت هذه المسافة وقصيتها بالشكل ده، وهرجع أقسمها كمان 2، هتصير عندي 3. هذه هعملها كل 3 مع بعض، هنلف بيها جبنة. وهذه هتكفي صينيتنا، هنعمل منها إن شاء الله جلاش باللحمة المفرومة. خلاص، يلا هنقول بسم الله ونبدأ. وطبعا تاني خطوة معانا عندي سمنة وزبدة وزيت شوية، سمنة وزبدة وزيت شوية، أو ممكن زبدة وزيت، ممكن سمنة وزيت، ممكن تعملي ميكس من ال3 الأشكال. المهم الزيت أساسي عشان يدي طراوة للجلاش، مع النوع اللي انتي تختاريه، يا اما السمنه يا اما الزبده يا اما الميكس زيي. شوفوا حبايبي، اليوم هنتعامل مع الجلاش كأنه عجينة البريك، كأنه عجينة البريك. اليوم هنعمله الجلاش المقرمش اللي بطريقة البريك. طيب، وهنعمله كمان على النار، ما هنعمله أو هنخبزه على الصاج، ما هنخبزه في الفرن. يعني أنا عملت الطريقة الثانية، عندي طريقة ثانية للجلاش على قناتي تغريدة تعليم الطبخ على اليوتيوب. عملناها بالطريقة اللي هو يطلع طري وسقيناه بالحليب والبيض الحليب والبيض. الآن هنعمله طريقة البريك. هذه طريقة وهذه طريقة، وإن شاء الله هتعجبكم، وطريقة هتنجز معاكي وهتدينا نفس القرمشة بس بطريقة أسرع من إنك أنت تعملي عجينة البريك. خلاص، أول شيء طبعا حطينا نص الكمية هتحطيها تحت، وبين كل طبقة وطبقة هتدهني من السمنة والزبدة والزيت اللي احنا عاملينه. آخر طبقة طبعا ما هتدهنيها، حطينا لحمة مفرومة معصقة، حطينا بيض مسلوق، وحطينا بقدونس. دحين هبدأ أغطيها كمان بين كل طبقة وطبقة، أو كل طبقتين أرش عليها كمان من الزبدة والسمنة والزيت. شوفوا، حطينا أول طبقة، حطينا عليها، هرش كده بالشكل ده من الزبدة والسمنة، وابدأ اكمل باقي الطبقات لما اخلص الكمية اللي فوق. شوفوا حبايبي، بعد ما خلصنا اخر طبقة، همسك الطبقة الاخيرة والفها كده، اتنيها من جميع الاطراف عشان خلاص يعني تتقفل مظبوط. خلاص، يلا بعد كده هبدأ احطها على النار هادئة واسيبها تاخد لون من فوق، واقلبها في صينية تانية عشان زي ما اتفقنا احنا نبغى نعملها معاملة البريك، فهنسويها اليوم على النار مو في الفرن. شوفوا حبايبي، بعد ما قسمنا الان هنعمل الجبنة. خلاص، هذه قسمناها، اخذت اول طبقتين هبدأ ادهنها كده دهنة خفيفة من المادة الدهنية. خلاص، وبعدين كمان احط فوقها طبقتين وارص الجبنة، وبعد كده هنلفها رو بالمنظر ده. خلاص، واحنا بنلف هندهن زبدة والسمنة ونلف وندهن عشان تطلع مورقة معانا. هندهن بين كل لفة ولفة هندهنها بالمادة الدهنية. شوفوا، بعد ما حطينا الجبنة كده هبدأ احط المادة الدهنية بالمنظر ده. خلاص، والفها كده وادهنها كمان زبدة، والفها وادهنها كمان زبدة او السمنة والزيت او السمنة والزبدة زي ما تحبي، لين ما اخلصها. وبعد كده هنخلص الكمية كلها ونوريكم ايش هنسوي فيها. شوفوا حبايبي، بريك ولا مو بريك؟ شايفين حطيناه على الغاز زي ما انتم شايفين على نار هادئة. طبعا زي ما انتم شايفين الصينية تغيرت لانه خلاص حمر واخذ لون. خليه على نار هادئة عشان تستوي الطبقات زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وبعدين قلبتها على صينية تانية واستنى عليها كمان على نار هادئة لما تحمر وتاخد اللون ده. سامعين؟ شايفين القرمشة؟ عكس الطريقة الأولانية اللي أنا اديتكم هي على القناة، هتكون معانا الجلاش طري، لكن هذه الطريقة سامعين بتدينا الجلاش مقرمش. خلاص، فاللي يتناسبوا هذه الطريقة، اللي يتناسبوا هذه الطريقة، اليوم عملناه على طريقة البريك الحجازي. شايفين ما شاء الله جلاش بالطريقة، ولا عجن ولا خبز ولا نخبز في الفرن ويطول. ما أخذ معايا بالضبط
3 دقايق 4 دقايق وحمر، ودحين بقلبه كمان 3 4 دقايق وهيكون حمر معانا من تحت. يلا ان شاء الله تكون هذه الطريقة سهلة معاكم وتنجز معاكم في رمضان، او في الناس المستعجلين اللي ما عندهم وقت تقدري تعمليه من بالليل وتاني يوم تسويه على النار، ما هياخد منك وقت ابدا. شوفوا ما شاء الله تبارك الله اللون التحفة. شوفوا حبايبي طبقات، شايفين كيف الطبقات؟ سامعين القرمشة؟ شوفوا كيف. طبعا شوفوا هنا القرمشة حقت بالجبنة، هذه عملنا الصوابع بالجبنة، وعملنا الجلاش على شكل بريك باللحمة المفرومة والبيض المسلوق والبقدونس. شوفوا الطبقات ما شاء الله تبارك الله، عشان كده اقول لكم تدهنوا الطبقات. شوفوا كيف ما شاء الله طبقات. يلا هنا وعافية علينا وعليكم. عملنا البريك بأسهل طريقة.